بعد انتشار خبر خطبتها ثم زواجها، جنى مجداد ترزق بتوأم. السلام عليكم ورحمة الله. انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن جنى مجداد رزقها الله بتوأم. من فترة انتشر خبر يفيد بزواجها من ممثل تركي مشهور، ومن وقت لآخر تتردد بعض الإشاعات بخطبتها على بعض المشهورين. ولكن في البداية أود أن أعلمكم أن جنى مجداد من مواليد 18 إبريل عام 2008، أي أنها تبلغ من العمر الآن 15 عام، فكيف لطفلة أن تتزوج وتلد وهي في هذا العمر الصغيرة؟ وهذا بالفعل ما قالته أمها مروة حماد ردا على هذه الإشاعات التي تتكرر على جنى مجداد من وقت لآخر. قالت مروة حماد أن هذه إشاعات يتم ترديدها من وقت لآخر بين الناس، ولكن في الحقيقة أن هذه كلها إشاعات كاذبة. وتابعت وقالت مروة حماد أن جنى ما زالت طفلة، ووجهت رسالة إلى الجمهور بألا يصدق أي إشاعات إلا منهم هم، ونصحت الجمهور أيضا ألا يصدق ما يقال أبدا على السوشيال ميديا. وقالت أن جنى تتعرض لإشاعات من وقت لآخر مثلهم تماما، فكل عائلة مجداد معرضة لهذه الإشاعات. وقالت مروة حماد أن هذه ضريبة أن تصبح شخصا مشهور. متابعينا، خلص الفيديو، أرجو أن هو يكون نال إعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.